تخيل تصحى في يوم تلاقي الخريطة اللي تربيت عليها اتغيرت. في خط جديد مرسوم على الحدود وناس غريبة بتسكن في أرضك، وساعتها تسأل نفسك إحنا في مصر ولا في فلسطين؟ الموضوع مش نظرية مؤامرة، لكن ملف بيطبخ بقاله سنين في الهدوء، وده فعلاً أخطر ملف على مصر والمصريين. من زمان والعالم بيتكلم عن حاجة اسمها صفقة القرن، الصفقة اللي اتقال إنها هتعمل سلام في الشرق الأوسط، لكنها في الحقيقة كانت بتخطط لحاجة تانية خالص. واحدة من أفكار الصفقة دي إن الفلسطينيين اللي في غزة يتنقلوا يعيشوا في جزء من سيناء عشان يبقى عندهم أرض جديدة، دولة جديدة اسمها فلسطين الجديدة. بس السؤال، على حساب مين؟ طبعاً على حساب مصر، لأن ببساطة أي حركة في سيناء مش مجرد حدود، دي مسألة أمن قومي. الفكرة بدأت تظهر بعد 2011 لما سيناء بقت شبه فاضية، الإرهاب زاد والناس اللي كانت عايشة هناك اتأذت وبعضهم اضطر يسيب أرضه، وده كان التوقيت المثالي لأي حد بيفكر يمد عينه عليها. أمريكا وقتها كانت بتدعم خطة توسيع غزة، يعني جزء من شمال سيناء يتم فتحه للفلسطينيين، وفعلاً تسريبات كتير طلعت بتتكلم عن مشاريع ضخمة هناك، مطارات، موانئ، مدن جديدة. لكن المريب إن أغلبها مش لمصريين. دلوقتي ممكن حد يقولك يا عم دي إشاعات، بس تعال نبص على أرض الواقع. ليه فجأة حصل تسريع رهيب في إنشاء أنفاق تربط غزة بسيناء؟ ليه مناطق معينة في شمال سيناء محدش مسموح يقرب منها؟ وليه الإعلام الغربي دايماً يتكلم عن حل إنساني للفلسطينيين في سيناء؟ كل ده مش صدفة. مصر دايماً كانت هي العائق قدام تنفيذ الفكرة دي، لأنها ببساطة فاهمة إن أي تنازل عن شبر من سيناء معناها إنك بتعيد نفس السيناريو اللي حصل في فلسطين من 70 سنة. أفتكر زمان لما اتقال لليهود خدوا جزء صغير مؤقت تعيشوا فيه، وبعد كام سنة بقى دولة اسمها إسرائيل. التاريخ بيتكرر بس بأسماء جديدة وخطط مختلفة. الخطر مش إن في حد هيجي يقولك إحنا هناخد سيناء، الخطر إن كل حاجة تحصل ببطء تدريجي لحد ما الناس تتعود عليها. شوية مشاريع، شوية مساعدات، شوية لاجئين، وبعدين خلاص الواقع الجديد يتفرض. وعلشان كده لازم الناس تبقى فاهمة إن كل خبر، كل مشروع، كل تحرك في سيناء لازم يتسأل عليه كلمة مين المستفيد الحقيقي. سيناء مش مجرد أرض، دي بوابة مصر، درعها وكرامتها، واللي يسيبها كأنه بيعرض بلده كلها للبيع. إحنا مش ضد إننا نساعد إخواتنا الفلسطينيين، بالعكس، بس المساعدة ما تكونش على حساب بلدنا، لأن اللي ملوش أرض ملوش كرامة، واللي ما يدافعش عن بلده النهاردة ممكن يصحى بكرة يلاقيها اتغيرت من غير ما يحس. افتكر دايماً، الاحتلال ما بيبدأش بدبابة، بيبدأ بخطة وبسذاجة الناس اللي صدقت إن كل ده لمصلحتهم. لو الفيديو ده خلاك تفكر، شاركه عشان غيرك كمان يفكر، ودعمنا بلايك وقول لنا رأيك في كومنت.